راها كتجي رائعه. هانتوما دغيا كتفرتت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي وقناتكم يوميات وفاء صهيب. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين اجمعين. بما انها المناسبه ديال عيد الاضحى المبارك جاي على الابواب ان شاء الله، غادي نوجدوا واحد حليوه هي معلكه بقشور اللوز. كتجي خطيره، كتجي تبارك الله، كتجي غزاله. راه اللي داقها عندكم غيسولكم على المقادير ديالها شنو درتو فيها. هاد المعلكه كتجي زوينه واقتصاديه في نفس الوقت. اغلب السيدات او اغلب الحلويات كيلوحوا القشور ديال اللوز. من هاد الفيديو ما عمركم غتلوحوا قشور اللوز، يعني قشور اللوز راهم خدامه ليكم بزاف ديال الحوايج. بالنسبه لقشور اللوز كندير بهم انا هاد المعلكه، وكندير بهم حتى مثلا شي حلوه كتفند فحال هكا في الكوك كنفندها انايا. كتكون يعني كتفنديها في الكوك، كتصبغيه، كديري ليه شويه د الكاكاو. هذا انا كنطحن قشور اللوز وكنفندها فيهم، كتجي حتى هي خطيره. هاد قشور اللوز ملي كطحنيهم تقريبا كيجيو فحال النخاله، فحال الكوك. قلت لكم هاد المقادير ساهله واقتصاديه في نفس الوقت، وكتجي خصكم تشوفوا الحلوه ديالها منين تذوقوها تشوفوها كيفاش كتجي خطيره. يا سلام بصراحه كتجي فنه. بالنسبه لهاد الحليوه غادي نحتاجوا القشور اللوز. ما غاديش نحدد لكم الكميه حيت قشور اللوز يعني فحال الدقيق هما اللي غادي يجمعوا لينا ديك الحليوه. المهم عندي قشور اللوز، عندي زلافه ديال الزيت، زلافه ديال سنيده. وهنا هاد الزلافه عندي راها كبيره، ماشي قد هاد الزلافات العاديين، زلافه الزيت زلافه سنيده. وبالنسبه للكوك عندي هنا زلافه اونص. يعني كيف ما كتعرفوا بالنسبه للسيدات اللي ما تعرفوش، زلافه راه هي ما يعادل 2 ديال الكؤوس العنبه، يعني 2 كيسان الزيت 2 كيسان السنيده. هنا عندي 3 الكيسان ديال الكوك، وفانيلا على حسب النسمه د البيض، وبيكينغ باودر. وعندي هنايا 4 البيضات. هنا تقطع ليا الفيديو. بيكينغ باودر من وزن 8 غرام. وعندي هنايا لاغوم ديال الناطا. انا بصراحه هاد لاغوم ديال الناطا اول مره غناخذ هاد يعني بهذا الشكل هذا. مولفه كناخذ الاخرى اللي كيكون اللون ديالها باج، كتكون عاقده وزوينه. هذه ما فيهاش، ما مجهداش بزاف. والا ما متوفرش عندكم ماشي مشكل، هذه غير على حسب ديك الزفوريه ديال البيض ما تتبقاش. ديروا 2 ديال فاني، اللي عنده فانيه سائله ولا فانيه هكا. صافي غادي نطحن دابا انا هاد قشور اللوز ونرجع معكم باش نكملوا الطريقه. وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طحنت هذاك القشور ديال اللوز، هانتوما كتشوفوا كيجيو بهذه الطريقه، كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى ان الصوره تكون واضحه باش تشوفوهم كيفاش كيجيو فحال النخاله، فحال الكوك هكاك. هنا غادي نبداو على بركه الله. اربع بيضات، سنيده، والسكر الخاشن، وهذيك لاغوم ديال الناطا اللي عندنا. بسم الله. وضروري من رشه ملح، غير شويه وصافي. وبالنسبه لواحد المكون واحد اخر نسيتو، الكونفيتير. ما حطيتوش، سيد كونفيتير حتى لدابا عاد تفكرتو، جاب الله تفكرتو دابا. صافي غادي نخدم البيض وغادي نزيد عليه الزيت. غنخدمو حتى هو مزيان الزيت مع البيض. وهنايا انا زدت الكونفيتير عندي هذاك اللي فيه ماشي اللي سائل، هذا الكونفيتير اللي فيه طريفات بحال هكا. ماشي مشكل حيت كيكون رطب، كنبقاو نضغطوا عليه كيبقى يتعلك. صافي غادي نخدم هاد المكونات بربعه بهم ونرجع معكم. وهنا غادي نكب واحد الكميه
من الكوك، ما غاديش ندير الكوك كامل. غادي نزيد الفاني، غادي ندمج العناصر مع بعضياتهم بحال هكا. وبالنسبه لواحد القضيه، الا بغيتو ديروا الكاكاو ديروه، ما بغيتوش ديروا الكاكاو حيت هاد قشور اللوز كاملين بحال هكا صافي حتى هما كيعطيونا اللون. وانا ضروري ما كنزيد، انا علاش ما بغيتش نحط لكم الكاكاو في الاول. هانتوما انا حاطه القرعه حدايا، ولكن ما بغيتش نوريه لكم حيت ربما ما يكونش عندكم، ماشي مشكل. حيت هانتوما كيف ما كتشوفوا راه غير هاد هانتوما غير قشور د اللوز راهم اصلا كيجيو قهويين. شفتوا صافي. انا غادي نزيد غير واحد شويه ديال الكاكاو، واصلا ما بقاش عندي بزاف، بقى عندي غير شويه، ما عرفتش واش غندير الكميه كامله. دابا انا هنا درت غير نص معلقه تقريبا. صافي غادي نجمع العناصر هكا، غادي نمشي نستمر بهذه الطريقه حتى نجمع هاد العناصر. وغادي نزيد خماره بيكينغ باودر من وزن 8 غرام، اولا من الاحسن ديروا غير 6 غرام. هي راها كتشقق تبارك الله هاد الحليوه، ديروا غير 6 غرام بحال ساشيه ديال البيكينغ باودر. حاولوا انكم تخليو منها واحد شويه، وغادي نخليها ترتاح. وهنايا هانتوما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، يعني ما كتكونش مجموعه بزاف، كتبقى مرخوفه شويه حيت هي ديجا ملي كترتاح واحد الساعه المكانه. ضروري بما انها كتزيد كتنشف شويه. صافي انا غادي نغطيها بفيلم اليمونتير وغادي نتسناها واحد الساعه وعاد نرجع معاكم. من بعد ما دازت تقريبا واحد الساعه المكانه غادي نحيدو هذا الفيلم اليمونتير. خديت شويه ديال السكر سبيسيال وواحد شويه ديال المزهر. المزهر غير غنحطو فيه يدينا بحال هكا اولا الليغون اللي بغيتو. صافي غادي نكور على هذا الشكل ونحط في السكر كلاصي اولا السكر ثقيل سبيسيال. مره ندوز يدي في داك المزهر. وبالنسبه للاخوات اللي ما كتكونش عندها المزهر وعندها الروح ديال الزهر، راه حتى الروح ديال الزهر راه عادي غادا ديريه في واحد شويه ديال الماء وغادي صافي وغادي تخدمي به. هذاك راه حتى هو راه سكر، راه عفوا مزهر. صافي وغادي نضغط شويه غير شويه صافي. بالنسبه للوزن ديال كل حبه تقريبا من 18 حتى ل 20 غرام في الحبه. وبالنسبه للفرن راه دابا منين بديت راني شعلت عليه، يعني باش تعرفوا ان الفرن خصو يكون سخون مزيان. شعلته درجه الحراره 220. ومنين تدخلوا الحليوه ديالكم رجعوه ل 160 170 وشعلوا عليها الفوق والتحت. وهنا كيف ما كتشوفوا خرجت لي جوج ديال لاطات. كانت هذه الحليوه، ها اللاطه الاولى، ها اللاطه الثانيه اللي حطيت معكم. نتوما كتشوفوا الحليوه كيفاش كتجي رائعه وكتجي هشيشه في نفس الوقت. الا ما عمر المعلكه تعلكات ليك غادي تعلك لك هاد الحليوه هادي. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي رائعه. ها نتوما غير بشويه، ها هانتوما شحال كتجي معلكه، كتجي بصراحه غزاله. انا متاكده الا جربتوها واللي داقها عندكم غادي يقول لكم منين جاتكم هاد لاغوسيط اولا عطيوها ليا. غادي نستفها انا في اللاطه في هاد الصينيه هادي ولا هاد البلاطو وغادي نرجع معاكم.